طلاب منصة الوتين التعليمية، أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. اليوم بدنا نكمل بالحصة الثالثة بجزء التأسيس. شو رح يكون عنوان اليوم الحصة؟ رح يكون الأفعال. الأفعال شيء جدا مهم وكلياتنا مفكرين وشيء بديهي لأنه بس نحن بنعرفه، بس في جزئيات نحن ممكن غايبة عن بالنا، في جزئيات ما بنعرفها بالأساس، وفي جزئيات كلنا بنعرفها ونسيانينا. حابة إنه أتذكرها معاكم. رح نبلش هلأ بالفعل السهل يلي كلياتكم ظالمينه، حطيته أول شي لأنه أنتوا ظالمينه. تمام؟ تفضلوا. عنا هلأ فعل الأمر. فعل الأمر المظلوم يمكن ما كتير بيتكرر، يمكن أنتوا ما عاطينه حقه. وعلى فكرة فعل الأمر لما بيجي بكركبكم كلياتكم، لأنه كلياتكم متوقعين الماضي والمضارع، ما حدا متوقع الأمر أبدا. تعالوا حتى نتعرف عليه عن قرب ونبطل نظلمه. تمام؟ شوفوا شو هو فعل الأمر. شكله بيكون فعل الأمر فاعل بيكون إما ظاهر أو ضمير مستتر. ليش حطيت لكم هاي؟ لأنه رح تلزمنا هلأ بشرح موضوع الفاعل فيه. بعدها مفعول به. الشكل تقريبا جملة عادية، بس نحن وين مشكلتنا؟ وين اختلافنا بموضوع فعل الأمر؟ أولا المفعول به مو دائما بيجي، لأنه هو أمر، يعني واحد عم يأمر الثاني. ثانيا الفاعل غالبا هو ضمير مستتر غالبا. تمام؟ ضمير، لا تفكروا بمستتر أو ظاهر هلأ. تمام؟ طيب حركته نعرفه السكون، ابن حلال وآدم ساكت عطول، بيقوموا الطلاب بيطنشوا لأنه ساكت. شفتوا إنه بيسكت بيروح حقه؟ قلنا لك يا فاعل الأمر الساكت عن الحق شيطان أخرس. ناخد أمثلة عنه توضح لي شو هو. شوفوا شو هي. أغلق فمك، هذا المثال. أغلق فمك. طبعا بدنا نتفق إنه فعل الأمر دائما عم بيتأمر وعم بيتزمر. تمام؟ دائما عم بيأمر بالفعل. شلون بنعرف أغلق فمك؟ شوفوا شو أغلق فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير تقديره أنت. هلأ موضوع مستتر وما مستتر هي شلون بدي لكم إياها؟ نحن ما رح نكتبها، بس هي الفكرة إنه أنتوا أو أنا هلأ أنتوا قدامي بقلكن ادرس، اكتب، انجح، بعطيك أمر. أنا بأمركن لأنه شايفتكن، بس أنا عندي طالب ما فاتح الكاميرا هلأ وما إنه شايفني، هو نايم أصلا. فيني أقول له ادرس بعدين أجي أعاتبه وأقول له أصلا قلت لك ادرس وأنت ما درست؟ ما بقدر. فعل الأمر حصرا يكون واحد قدامي عيني بعينه. تمام؟ أنا ما فيني أمر واحد أو على الموبايل يعني عادي. أنا ما فيني أمر واحد وهو ما سمعني ولا بيعرف شو عم بحكي معه. دائما فعل الأمر بده يكون مخاطبة. أنا مخاطب حدا قدامي، واقفة عم بحكي مع واحد عم بأمره ادرس، اذهب، اكتب، عم بأمره. تمام؟ بس واحد ما بعرفه أو ما بيعرفني أو ما فاتح الكاميرا أو ما متابعني اجي اقول له هيك ما بتزبط. صح ولا لا؟ فهي مشكلة موضوع كلمة مستتر وغير مستتر. فنحن ملنا على فيها، نحن بناخد إنه دائما الفاعل ضمير تقديره أنت. اتفقنا؟ هي إذن الفاعل أنت، لأنه أنت اللي بدك تغلق، والفعل هو الإغلاق. فمك شو إعرابه؟ نظامية، مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، والكاف شوفوا تذكروا الأسرار بأول حصة. اللي تابع أول حصة اللي نسيان يرجع يشوفها، قلت لكم إنه بعد المفعول غالبا بيجيني مضاف إليه، فالضمير شو بيكون؟ والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. شفناها؟ هي أول مثال. رح ناخد مثال تاني مشان تتوضح المعلومة أكتر. أنا فقت الصبح، أنا صاحبة مع بنت الجيران كتير، وكل يوم قهوة ومتة وروحات وجيات وأسرار. فأنا شفتها هي وأهلها مسافرين،
انتو بدي بيض وجه على حساب أخي، يعني جيت قلت لأخي ساعد في حمل الأمتعة، ليكو المثال، ساعد في حمل الأمتعة، ساعدهم بشيلة أغراضهم، هن مسافرين. طيب شو إعرابها هون؟ هي بدها تصير، جربوا انتو اكتبوها على الورقة، وقف الفيديو، اكتب الجملة على الورقة، اعربها، وبعدين طابق الحكي اللي بدي احكيه. انا ماني واقفة ورا الكاميرا بس بحكي فيديو ما عجبك بتقطعه، لا حبيبي لا تحلم، لا ما فهمت بتحكيني وبتحاول، وانا عم بشرح عطيت مثال بتوقف الكاميرا، بتكتب المثال، بتحاول تعرفه، بتجرب، بعدين بتشوف حالك اعرابك صح ولا لا. اللي بيطلع عنده خطأ يا ويله، يا ويله، مو لانه اخطأ، يا ويله لانه سكت. اللي بيخطئ بيقول لي انا اخطأت، انا ليش هيك عملت، وبناقشك وبتناقشني ونوصل لحل اقنعك فيه كيف تصير ايدك هي تعرب لحالها. اتفقنا؟ انا ماني فيديو عم بتقطعوا اذا ما فهمتوا، انا معاكم، دخلت بيوتكم كلياتكم من الكاميرات. بنكمل هلا بالمثال. ساعد شو اعرابها؟ فعل امر. لاحظوا هاي الجملة مش الشكل الثاني، اللي حضر الحصة الأولى بيتذكر. ساعد فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير تقديره أنت. أنت اللي بدك تساعد، أنت أخي اللي عم قله ساعد في حمل الأمتعة. إذن فعل الأمر بدنا نوصل لشغلة، إنه هون طبعا هون ضمير مستتر. ليش؟ لأنه عم قله ساعد. لو كانت بنته عم قلها ساعدي، يعني أنا شفت بعيني كلمة ساعدي، شفت الياء، بيكون الضمير ظاهر قدام عيني، تمام؟ يعني طالع لكم اياها من الاخير. كل شيء مخاطب مؤنث بدها تظهر، صح؟ اما المذكر ما بتظهر. اذا ساعد هون ضمير مستتر، لانه عم قله ساعد، بس هو يعني هو قدامي وشايفته، بس ما في ضمير يعني جوا فعل ساعد. بس ساعدي لو كانت اختي قلت لها ساعدي، تمام؟ فظهرت هون. اتفقنا هاي الشغلة؟ تمام. ولكم سر صغير كمان هيك بينات نفتحوا قسم الأسرار، إنه دائما فعل الأمر الفعل مع الفاعل بكلمة واحدة، ومن بعدها بتشوفوا تتمت الجملة. يعني ما ضروري أنت الوهلة الأولى تشوف 3 كلمات بالجملة، فاعل فاعل مفعول به، لا. تعالوا نكمل. ساعد فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. في حمل حرف جر، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ساعد في حمل الأمتعة. نرجع للسر بالحصة الأولى، إنه بعد جار والمجرور وبعد المفعول إذا كان في عندي اسم مكسور شو بيكون؟ مضاف إليه، متأكد منه. تعال نتأكد. ساعد في حمل الأمتعة، أمتعتي. الأمتعة في قبل جار ومجرور، مضاف إليه مجرور بالكسرة، علامة جره الكسرة، هي بنكتبها طبعا للأخير. طيب الأمتعة هي صفة شو يعني أمتعة؟ يعني الأغراض. هي صفة شي معنى صفة، معناتها شو بدها تكون؟ في قبل حرف جر؟ لا. طيب بس هي جاي بعد حرف الجر واسم المجرور، أخذناها مضاف إليه. هيك طريقة الإعراب وهيك حكمت عليها. أنا صح القاعدة فعل أمر، بس نحن استفدنا بالإعرابات، وظفنا كل شي كنا أخذينه من قبل، وهيك بدي إياكم دائما يا شطار. خلص فعل الأمر، خلص هالمظلوم البريء اللي ما كنتوا عم تعرفوا تشتغلوا فيه. لا يعني انتوا فوق ما انه ما عم تشتغلوا فيه وهاملينه، اذا اجوا بتتفاجئوا كأنه هو غلطان. لا، هذا الفعل مثله مثل المضارع، مثل الماضي، واحد منهم. هذا مانو الاخ الوسطاني تهملوا، لا. هيك هاي الفعل الامر اللي انتوا كنتوا تسموه الاخ الوسطاني، هلا هذا اللقب سقط عنه، اعتبروه آخر العنقود ودللوا. هلا وين جينا؟ جينا على الفعل المضارع. هون بدكم تركزوا معي أكتر من فعل الأمر بشوي. ليش؟ لأنه فعل المضارع في له حالات، في عنا نصب وفي عنا جزم، فهدول ما بدنا نهتم فيهم؟ طبعا لازم نهتم فيهم. اتفضلوا مدوا ايدكم لحتى نهتم فيهم. الفعل المضارع له أسرار. أول شي رح نبلش بأسراره. أيوة، شوفوا على الأسرار تبعيته. واحد،
يقبل سين المستقبل وسوف. يعني اجاك فعل مضارع، انت الفعل ما بتعرفه من قبل. في كتير افعال نحن ما متداولة، مثل قالوا اشرب ونام، لا، في عنا افعال قليل نتداولها، وخصوصي بتصير بالامتحان وقت بيجيبوا لك بيت وانت هيك بتنصدم او بتكون بالاساس انت مضغوط، فما عاد تعرف هذا شو. فكيف بدي اعرفه هذا فعل ماضي ولا مضارع؟ انا شو بساوي له؟ دخل عليه سين المستقبل وسوف، مثل يأكل سيأكل، سوف يأكل، فخلص انت لحالك عرفتها. وهي الطريقة مو بس اذا الفعل انت ما بتعرفه، اذا الفعل خربطت فيه. هلا في كتير ناس مثلا بتخربط بالفعل، بيجيك فعل ماضي وبيبلش بياء، فانت هون بتفوت بالحيط، فعل ماضي ببلش بياء مثل يائسة، فهون بخربط الطالب. في طلاب بتخربط اني يخربط معي، بالعكس اللي بخربط بيكون عم بيحاول. انا بحب الطالب اللي بخربط واللي بيغلط وبيسأل. فهون بدخل سيئس ما بتصير، سوف يئس ما بتصير، اذا هو ماضي ما انه مضارع. من اسرار المضارع انه بياخد سين وسوف. 2. السر الثاني يبدأ بحرف الياء بحالة الغائب المفرد، يعني انه بتحكي عن هو وهي. عفوا الغائب المفرد يعني هو مو هي. هلا انت بتقول يأكل يشرب ينام يدرس يسمع يعزف، تمام، بس لما بده يكون بحالة المؤنث بيصير تاء، بنضيف على هذا الحكي معلومة انه لهي بياخد تاء ولهو بياخد ياء. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب وبحالة الجماع يا شطار بشو بيبدأ؟ بحرف النون. نأكل، ندرس، نذهب، نسبح، تمام، كله نون. يعني هاي نون النحن تجي بتقعد بالبداية هيك ترقد ترقد تنزل بالأول، عرفناها. منضيف هون إذن نحن نون. شايفين هاي مشان ما أعملكم جدول عملتلكم إياه مثل رجل التلج. تعالوا عم كملكم رجل التلج مشانكم. ها هاي جزرة بأنفه، هاي طاقيته. تفضلوا هاي رجل التلج تبع فعل المضارع. شوفوا ما أحلى شدوا ظريف وابن حلال. 4. بالحالة الطبيعية علامته الضمة. بالحالة الطبيعية علامته الضمة. في حالة مو طبيعية؟ ايه طبعا في حالة طبيعية، تاخدهم. تعالوا لأعطيكم إياهم. أول حالة عنا نصب المضارع. شوفوا أنا ما بدي أعطيكم 3-4 ساعات مرة نصب ومرة جزم ومرة درس هون ومرة هون، رح ناخدهم كلهم بعائلة الفعل المضارع، بصفحة الفعل المضارع. كل فعل صفحة، وكل صفحة بتغنيك عن إنك تفتح أي صفحة تانية بعدها. تفضلوا. أول شي نتعرف على أدوات النصب، نتذكرهم مع بعض. أن، لن، كي، هدول هن. تمام؟ تمام. طيب علامة النصب الفتحة. ناخد مثال: لن يموت الحق. ليكو الجملة بدون نصب يموت الحق. ليش؟ يموت فعل مضارع علامته الضمة لأنه جملة طبيعية. لما دخل عليه النصب لن يموت راحت الضمة للمضارع بالحالة الطبيعية، بس الضمة بتروح لما بده يصير في عنا نصب، بده ياخد شو؟ فتحة، بتصير فتحة. شو بتصير علامته؟ الفتحة. كيف هاي إعرابها؟ تعال أقول لك كيف إعرابها. لن حرف نصب، اتفقنا عليها؟ لايك. يموت مع الفتحة، كتير ركزوا لي على الفتحة. فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لو ما كانت لأنه كان حركة الضمة كان فعل مضارع مرفوع. اجت الفتحة تبعية النصب، هذا الإعراب صار عندك. الحق، مين يلي بده يموت سواء مات ولا لن يموت؟ من هو؟ الحق هو الفاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. اتفقنا؟ في أسهل من هيك يا جماعة؟ اخترعوا أمثلة من عندكم وحطوا. بتجيبوا المثال مثل ما أنا قلت لكم، بتحطوه بحالة طبيعية بتعربوه، بترجعوا بتحطوا له نصب وبتعربوه، بترجعوا بتعملوا له جدول، يعني بجدول هون بحالة طبيعية، هون بالنصب، هون بتحطوا لي الجزم وبتبعتوا لي إياهم. بدي أتابعكم، بدي أشوفهم. اتفقنا؟
جزم المضارع هاي الحالة الثانية اللي بدنا نحكي عنها. خلصنا حالة النصب، صرنا بحالة الجزم. فعل المضارع. تفضلوا. أدوات الجزم الشائعة اللي أنتم بتلزمكم لم ولا. بتعرفوا البقايا؟ أنا بلزمني لم ولا حاليا. أيوة، هون شو علامته؟ سكون، علامته السكون. ناخد مثال. تفضلوا. لا تلعب في الطريق. هون دخلت لكم هيك شغلة جديدة مشان تنتبهوا لها. أنا بدي الطالب المصحصح، المانو مصحصح غصب عنه رح يصحصح. تفضل. شوفوا، لا تلعب في الطريق، عم بحكي معك مو أنت بالمثال. شو بنعرب؟ لا حرف جزم، اتفقنا؟ لا حرف جازم. تلعب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، اتفقنا؟ طيب في الطريق نظامي، فاء حرف جر، في حرف جر عفوا، والطريق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. صعبة؟ ما صعبة. فيها شي غريب؟ لا ما غريب إلا الشيطان، شوفوا ما أحلاها. طيب تعالوا ناخد أسرار الجزم. في عنا هيك شغلة صغيرة صغيرة كتير بدنا ناخدها بخصوص الجزم، رح تلزمني لبعدين. تفضل. قال الفعل المضارع المجزوم مبني على السكون. وين الغريب بالموضوع؟ ما غريب إلا الشيطان. لكن شوفوا شو، إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة فنحذف النون قبل حرف العلة. يا أنت شو هالحكي؟ إيه شو هالحكي؟ أنا بقول لك شو هالحكي. أنا وأنتم متابعين مع بعض فيديوهات التأسيس سوا، هي كلها مرتبطة ببعضها. فأنا شو بدي منكم؟ هاي المعلومات سجلوها عندكم، وأنا رح أعطيكم حصة. لشو؟ حصة خاصة، أفعال خمسة أسماء خمسة، رح أعطيكم إياها. فنحن رح ناخدهم للأفعال الخمسة، ما تشوفون هون شي غريب. بس لما ناخدهم بدي رجعكم لهي الصفحة. فيا شطار تحفظوا لي هذا الحكي كتير منيح وبتفهموا، مشان لما رجعكم هنيك تكونوا متمكنين وما تحسوا انه انتو رجعتوا لورا بطريقة غلط. تكونوا راجعين مراجعة، راجعين شو هالمعلومات نحن بنعرفها. هيك بدي اياكم، بدي الثقة 1000. امشي وانفك بالسما، امشي وتفشكل بالشارع، انا رضيانة لانه انفك رافعه، انت ماشي بالثقة. إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة نحذف النون قبل حرف العلة. شوفوا شو يعني. لا مثلا عندك فعل تأكلين، عم بحكي مع وحدة، لا تأكلين بصل مثلا. تخيلوا انتم عم تاكلوا بصل. أيوة إذا أصلا البصل مفيد، عيب عليكم انتم إنه ما تاكلوا. تأكلين بصل، تمام. لما بدي أجزم بالله لا تأكلين البصل، لما بدي أجزمها بشيل النون هي بعد حرف العلة، تمام. هون كاتبين قبل. صحصحوا، شوفوا كيف في أخطاء. صحصحوا، هاي شغلتكم تطالعوها ما شغلتي. يا عيب الشوم عليكم، خليتوني أنا طالع لكم الغلط، مو منتبهين. آخر مرة ها. لا تأكلين، لا تأكلي بتصير، حذفناها للنون. تم حذف النون لأنها على وزن تفعلين. تفعلين من الأفعال الخمسة. من الأخير، أفعال الخمسة هن 5 أوزان، تمام. رح أعطيكم إياها. هاي ال5 أوزان شو بتعملوا؟ بس دخل عليها جزم، لأن هي ترى كلياتها مضارع، بس دخل عليها جزم بنحذف النون. لا تأكلين، لا تأكلي. لا تنامين، لا تنامي. هيك ما بدها شي، كتير بسيطة. والإعراب شو بصير؟ لا حرف جازم، تأكلي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. شو صارت العلامة هون؟ الحذف. سمعانين فيها حذف النون وثبوت النون؟ سمعانين فيها من قبل؟ هاي هي إن شاء الله رح ناخدها مع بعض. هلأ هيك خلصنا الفعل المتوسط اللي هو المضارع، خلصنا الفعل المظلوم الأمر. هلأ بدنا نروح للفعل اللي بيوجع الراس شوي لأنه بده كتابة. افتح صفحة جديدة، امسك قلمك وكون معي كلمة بكلمة، تمام؟ جينا على الفعل الماضي وهو الفعل الأخير. ركزوا كتير منيح.
ناخد نفس كلياتنا ونبلش. حابين ترتاحوا وقف الفيديو، اعمل شي تشربوا وارجع. تمام، رح نكمل. قال الفعل الماضي إذا كان صحيح الآخر حركته الفتحة. طبعا هون عملت لكم إياه بطريقة غير هنيك، هون مختلف شوي لأنكم تتفاجئوا. انتوا بتعرفوا إنه الفعل الماضي بياخد كل الحركات؟ لك إيه صدقوا بياخد كل الحركات. تعال شوف بعينك إذا مانك مصدق يا زلمة، ما في ثقة. شوفوا، إذا كان صحيح الآخر علامته الفتحة، وبياخد ضمة بياخد سكون. امتى بياخد ضمة؟ امتى بياخد سكون؟ لك لا تتخربطوا، هدوا شوي. انا رح اعطيكم احسن من الاسرار. هذول شو رح اعطيكم؟ الصياغة. بتشوف هاي الحركة بتكتب هاي الجملة، بتشوف هاي الحركة بتكتب هاي الجملة. خلصت القصة، كتير بسيطة. تعالوا شوفوا امتى بياخد هدول. لما بيكون الفتحة. تمام، امتى بيكون فتحة؟ إذا لم يتصل به شيء، أكلا شربا ناما ضحكا ماتا. تمام. 2، إذا اتصلت فيه تاء التأنيث. تعرفوا تاء التأنيث اللي لا محل لها من الأعراب؟ المسكينة حتى هون لا محل لها، بالتم الفتحة. تمام. طيب إذا اتصلت به ألف الاثنين، أكلا شربا ذهبا قتلا. تمام، بتكون هيك. هلا بنجي للضمة. امتى بتكون الضمة؟ إذا اتصلت به واو الجماعة. أكلوا ذهبوا رقصوا. بس شفتها يعني هي إجباري أنت عم تلفظ الواو، فبده يكون ضمة. تمام. طيب وامتى السكون؟ جينا لعند السكون هلا. شوفوا شو، إذا اتصلت به نون النسوة. تعرفوا تبع أكلنا وشربنا وهدول، هي نون النسوة. إذا اتصلت به تاء الفاعل المتحركة، تبع أكلتوا شربتوا نمتوا، عرفتوها؟ ما بيأثر، بعتبر التاء مو موجودة وبقول إنه هو سكون. تمام؟ ليش؟ لأنه التاء أصلا هي في محل رفع فاعل، فشو دخل الفاعل نهايته عند أكل سكون. التاء ما لها علاقة، التاء هي فاعل، وهذا نفس الحكي هون. يعني مثل أكلت هي بنقول فعل ماضي شو اسمه مبني على الفتحة، والتاء لا محل لها من الأعراب ولا كأنها موجودة. اتفقنا على هذا الحكي؟ طيب وإمتى كمان بياخد السكون؟ إذا اتصلت به نال فاعلين، أكلنا ذهبنا سافرنا. تمام؟ هي هيك خلصنا أول واحد. تفضلوا نكمل. الجدول الثاني، إذا كان معتل الآخر بالألف. بشو معتل الآخر؟ بالألف. إذا كان معتل الآخر بالألف، إيه شو بصير هون؟ تعالوا لكم شو بصير. رح أعطيكم الصياغات يلي بدكم تحفظوها. بس شفت فعل ماضي آخرته ألف، شوفوا شو بتقول. إذا لم يتصل به شيء نقول يبنى على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. يعني بس شوف دعا قضى. تمام، تقول فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على ألف للتعذر. هاي للحفظ بصمة. بس شفت هيك بحط هيك. تمام. تاء أعطيك الثاني. إذا اتصلت بتاء التأنيث الساكنة شو بقول؟ فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة. دعت قضت. تمام. هي هدول بالدوائر للحفظ، للحفظ وليس للمشاهدة وقلب الصفحة. الحالة الثالثة تفضلوا. بس شفتوا واو الجماعة متصلة فيه شو بقول؟ فعل ماضي مبني على الضمة المقدرة على الألف المحذوفة. دعوا. نفسها هدول تنتين نفسهم، لا تحسوهن كتار. هي خلصنا الحالة الثانية. رايحين على الجدول الثالث. تفضلوا شوفوا شو هو الثالث. إذا كان معتل الآخر بالياء. تمام. شوفوا شو بصير. إذا ما اتصل فيه شيء شو بقول؟ مبني على الفتحة الظاهرة. إعراب سليم مثل خشية نسية بقية. تمام. فعل ماضي وآخرته معتل بالياء. إعراب نظامي. تفضلوا على الثاني. إذا اتصلت فيه تاء التأنيث الساكنة شو بقول؟ مبني على الفتحة الظاهرة على الياء.
تمام؟ بقيت ما لها علاقة. هي الثالثة. خلصنا لكم أبسطه. إذا اتصلت به ألف الاثنين شو بقول؟ فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة. بقي فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة لاتصاله بألف الاثنين. أبرر هو ليش وبكتبها. خلص. خلصنا. في أسهل من هيك؟ بالله عليكم ما تغيرت نظرتكم للأفعال. هي الأفعال خلصناها. فعل الأمر الفعل المظلوم تمكنا منه. فعل المضارع ركزنا ورح نركزه أكتر بعد ما ناخذ الأفعال الخمسة. فعل الماضي رح تتفاجئوا بهذا الشكل اللي إله. ليكون إن شاء الله تكون هيك واضحة عليكم. رح أرجع شوي. ما بده شي، هون فتحة هون ضمة هون سكون. ولما بيكون معتل بالألف هي إعرابات جاهزة، يعني عندكم إعراب جاهز إعراب تاني، لأن هدول الاثنين نفس بعض. هدول هن ما بدهم شي. ولما بيكون معتل بالياء هي 3 حالات ما بدها شي وجدا بسيطات. هيك خلصنا من عقدة إذا شفنا فعل ماضي بحركات مشكلة. ما عاد نخاف. خلصنا. يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم لأنكم عم تتابعوا الفيديو، عم تدرسوا وعم تكونوا شاطرين معي كتير. بالتوفيق يا رب.